وتقريبا سلوك الكهرباء لمست في بعض وكهربت الطيور اللي واقفة عليهم. لو ركزتوا في المقطع هتلاقوا فيه طيور متعلقة من ديلها أو منقارها، وفيهم طيور تانية صدمة الكهرباء بعدتهم عن السلك ووقعوا ميتين على الأرض. اللي محيرني دلوقتي إن أثناء ما الطيور دول كانوا بيتكهربوا وبيموتوا، كان في طيور تانية لسه واقفة برضه ومكملة ومش خايفة من الكهرباء. فعلا الحمد لله على نعمة العقل. التعبان ده كان كل شوية يدخل لأحد المزارع ويخطف معزة ويبتلعها. صاحب المزرعة زهق جدا من كتر الخسائر اللي بتحصل له، وعشان كده قرر يحط سور كهربائي عشان يحمي مزرعته. المفاجأة عزيزي المشاهد إنه بعد أسبوع بالظبط من تركيب السور الكهربائي، صحي المزارع على المشهد الغريب اللي قدام حضراتكم دلوقتي. الثعبان الضخم ده من الواضح إنه دخل المزرعة وابتلع أحد المعيز برضه، ولكن من الواضح إن المعزة اللي ابتلعها خلته ما يعرفش يعدي من السور المتكهرب، وفضل محشور بين السلوك وبيتكهرب لغاية ما مات.